كنت كلمتكم قبل كده عن المينينج واهميه المينينج. في الحقيقه ان الاولويات والهدف من الحياه هي اللي هتحدد لي انه طريق همشي فيه. ليه؟ لان انا الطريق اللي هختاره هو الطريق اللي انا شايف الهدف بتاعي في نهايته، هو الطريق اللي انا عارف ان انا هتحمل فيه قدر من المعاناه والالم، ولكن في مقابل حلو انا مستنيه اللي هو الهدف والمعنى بتاع حياتي. في فرق كبير ان انا امر بظروف صعبه بس انا عارف الهدف من ورا الظروف ديت، وفي فرق ان انا طول الوقت بعاني وبتالم وطاقتي بتستنزف بدون هدف وبدون معنى. انا قاعد اهلك في نفسي على الفاضي وانا مش عارفه اهلك في نفسي ليه. يبقى عرفنا اولوياتنا وحددنا طريقنا اللي هيساعدنا ان احنا نوصل للاولويه او للهدف ده. بيجي هنا تاني سؤال: هل انت عارف ايه الادوات اللي هتساعدك ان انت تقدر تحارب الالم اللي في الطريق ده ولا لا؟ طيب لو عارفها هي كلها عندي ولا محتاج ان انا اكتسبها؟ الادوات دي ممكن تكون من نوعيه مثلا ان انا محتاج صحبه معينه تزقني ان انا اقدر اكمل في الطريق ده وتساعدني وتبقى سبورت ليا. في سكيلز معينه لازم ازود بيها الريزيلينس عندي وقدرتي على تقبل الصدمات او المتاعب اللي هتقابلني في الطريق ده. فانا لو وصلت لاجابه السؤالين دول مع ادراك ان انا في مفترق طرق واي طريق بالنسبه لي هيبقى فيه قدر من المعاناه والالم، تاكد ان شاء الله ده هيساعدك ان انت تختار الطريق السليم.